ياه اخيرا، انت كنت جاي من مسافه بعيده قوي. تقريبا ده اول فوز الزمالك يحققه ب 2023. فوز صعب نتيجه اخطاء دفاعيه، لكن في بعض الافكار اللي طبقها كابتن اسامه نبيه ازاي يامن الناحيه اليمين دفاعيا وقضى على خطوره فريق فيوتشر الهجوميه، وازاي استغل قدرات او مميزات عند الزمالك عشان يعمل تاثير هجومي كويس. تابعوني انا صاحب الكوره وتحليل فوز الزمالك على فيوتشر. الجبهه الشمال هي السلاح الزملكاوي اللي اعتمد عليه النهارده اسامه نبيه. هنلاحظ دايما مع بعض، اولا طالما عبد الشافي متقدم واغلب الوقت اصلا عبد الشافي هو اللي واخد تعليمات بالتقدم الهجومي، هنا عبد الشافي زايد هجوميا. بص معايا، سيد نيمار سايب زيزو لوحده، راجع مأمن ورا عشان انطلاقات بوب وجوناثان. بص معايا، عبد الشافي فاتح الملعب وشده. هنا هتلاقي مصطفى شلبي انسايد وينجر ضامن من قلب الملعب عشان يطلب الكوره دايما في قلب الملعب جوه عمق الملعب. اتحرك مصطفى شلبي في الهاف سبيس ما بين الباك وقلب الدفاع، يطلب الكوره بتحركه مع الزياده والتقدم اللي عامله عبد الشافي، فعامل مسانده الطرف ده لمصطفى شلبي. والناحيه دي لو تاخد بالك مفيش خالص نيمار مش واخد تعليمات هجوميه تماما النهارده، هو مطلوب منه بس انه يامن الناحيه الدفاعيه، خصوصا ان هو بيمتلك السرعه. مصطفى شلبي بقى بيستلم كتير جدا جوه منطقه الجزاء في منطقه الهاف سبيس بدون ضغط تماما. طبعا مفيش كثافه عدديه هجوميه للزمالك اي نعم في كره الجول، لكن وجود مصطفى شلبي هنا خلق نوع من التساؤلات فعمل لخبطه في دفاع فيوتشر. نفس الكلام تاني، مصطفى شلبي ضامن من القلب، زايد معاه عبد الشافي بيعمل التطور الهجومي. امام عاشور وبيطلب الكره في المساحه، والناحيه دي مفيش نيمار تماما. مصطفى شلبي بيوصل امام عاشور بباص واحد بس لمنطقه الجزاء في المنطقه اللي دايما بيهاجم منها كابتن اسامه نبيه. من الحته دي بيتحط في موقف كويس جدا. وركز معايا مين هنا بيعمل الفولو، اللي هو الوينج العكسي اللي بيضم في قلب الملعب كمهاجم تاني، اللي هو احمد سيد زيزو، لانه ملوش دور وشغل على الناحيه اليمين. هو مش هيشد الملعب، لان انا مش عايز اعمل كده، انا شادد الملعب على الناحيه الشمال، فبدخل الوينج العكسي دايما هو جوه منطقه الجزاء عشان يديني كثافه عدديه هجوميه. ركز في الشغل، انا دايما هملى المنطقه دي باكتر عدد من لعيبه، حتى لو هيتطلب الامر ان سيف الجزيري يخرج من منطقته في عمق الملعب عشان يعمل المسانده هنا مع مصطفى شلبي في كره الجول الثاني. حط مصطفى شلبي هنا، مصطفى شلبي هنا مفيش المفروض تقدم جاي له من عبد الشافي، لكن بتحرك سيف الجزيري خلق متنفس هنا لمصطفى شلبي انه يمرر له ما بين المدافعين برضه في نفس المنطقه اللي هي في الهاف سبيس ما بين الباك وقلب الدفاع اليمين، عشان يستلم سيف الجزيري ويسجل الجول الثاني اللي ضمن الثلاث نقط للزمالك. على النقيض الناحيه الثانيه، ونظرا لانه مطلوب من نيمار انه دايما يعمل ادوار دفاعيه، فبتلاقي دايما الموقف ده دايما زيزو لما بيستلم على الخط او على الطرف دايما بتلاقي نفسه وسط ثلاثه، جوزيف وبوبو اللي هم ماسكين الطرف، ومهند لاشين اللي هو لاعب وسط الملعب اللي بيشتغل ناحيه الشمال. فبالتالي بتلاقي المنظر كده. فيحصل ايه؟ كل ما الكره بتوصل لزيزو الزمالك بيفقدها او ما بيبقاش ليها اي تاثير هجومي. نفس الكلام في الشوط الثاني، مفيش اي تطور حصل في الافكار، هي نفس الفكره. الناحيه اليمين نيمار ما بيزيدش، نيمار دايما تحت خط الكوره. هنا زيزو لوحده بينافس دايما بوبو او مهند لاشين وجوزيف جوناثان. دفاعيا كانت في مشكله عند الزمالك، وهي انه الزمالك ما بيقابلش. هنا عبد الشافي داخل عليك عبد الكبير وادي، هو ما راحلوش، هو عبد الشافي عمال يرجع. ليه؟ هل عبد الشافي بيخاف الالتحامات؟ لا، بس المساحه ما بينه وما بين حسام عبد المجيد كبيره. عمرو السيسي متواجد لكنه مش مغطي المساحه، مش عامل عمق ورا عبد الشافي، فبالتالي عبد الشافي لو دخل عليه عبد الكبير وادي يقدر يخش في مساحه، فبالتالي عبد الشافي ما بقاش قادر انه يطلع على الكوره. ده بسبب ايه؟ بسبب سوء التمركز الدفاعي للاعيبه الزمالك. فكمل وشوف، هتلاقي ان عبد الكبير الوادي دخل جوه منطقه الجزاء، عمرو السيسي ما راحش من ظهر عبد الشافي او ما عملش كفرنج بدري، اتاخر زياده، فبالنهايه الراجل ده بيستلم جوه منطقه الجزاء بدون ضغط، ومفيش اي حد قريب منه تماما، عشان خطا دفاعي من عبد الغني يسبب جول التعادل اللي كان ممكن يدمر ويلخبط الدنيا تماما في حسابات الفرقه. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصلكم.